إذا أردت أن تفهم أي مبدأ فانظر تطبيق الأرض الواقع. هؤلاء إذا جرائمهم وجدتها جرائم شنيعة، إذا الواقع وجدتها حربا لله ورسوله وحربا لدينه وحربا لعباد الله المؤمنين. في رمضان النبي يقول: من لم يدع قول الزور يعمل به والجاب ليس للحاج يدع طعام وشرابه. وهؤلاء أعظم الزور قتلوا دماء البرية بلا سبب وبلا حق، وإن ظلم وعدوان، أفزعوا الصائمين، كدروا صفع عبادتهم، فعلوا ما يريدون الأمن ويريدون الخلال بأمننا، ولكن ولله الحمد أن الله له بالمرصاد، فقد كبتهم الله ودفع ما كان أعظم وأشد، والصوت واللحم منتبهة لهم، وقد حصل ما حصل والحمد لله رب العالمين على كل حال. إن هؤلاء المجرمون لا يشك مسلم أنه خطأ وأنه جرم وأنه ضلال وأنه حرب لله ورسوله. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون هؤلاء حاربوا الله ورسوله وأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء دم الحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربهم الأعداء بأفكارهم السيئة، التربية الضالة، مما يدل على وجوب اعتناء بشبابنا والحرص عليهم وعلى من يجالسهم ويصاحبهم.